مين يلوز ويت اسرع؟ واحد بيجري بسرعه ولا واحد بيجري ببطء؟ او واحد بيعمل هاي انتنسيتي كارديو ولا واحد بيعمل كارديو عادي او هيد كارديو او كارديو عادي؟ انا اقول لك الفرق ما بينهم يا صديقي. لما التمرينه بتاعتك الكارديو تبقى صعبه ورايحه ناحيه الهيد كارديو او الهاي انتنسيتي كارديو اللي هي زي الجري السريع او اي مجهود كبير بيتعمل، بيعلي ضربات القلب جدا. هنا جسمك بيستهلك اكسجين بكميات كبيره اكتر من اللي بيستهلكها في العادي. بيحصل حاجه اسمها اكسجين ديفيكيت، معناها ان جسمك محتاج اكسجين اكتر من اللي بياخده اثناء التمرين. بعد التمرين ما بيخلص الجسم ما بيسكتش هنا، لا يبقى عايز الاكسجين اللي كان محتاجه في التمرين وما لقاهوش، فجسمك بيحاول يعوض الاكسجين اللي نقص من التمرينه في مرحله تعرف بالاكسس بوست اكسرسايز او الاي بي او سي، اللي هي الاكسجين كونسبشن، زياده استهلاك الاكسجين بعد التمرين اكتر من الطبيعي بتاع الشخص. وده اللي بيخلي الجسم يخسر وزن حتى في وقت الراحه اللي بعد التمرين، ده لان الاليفيتد ميتابوليك ريت عالي جدا من التمرين، والحرق ده بيستمر بعد التمرين مش بساعه ولا 2 ولا 3. في دراسات اتعملت عن الهيد كارديو ان الحرق اللي بعد التمرين في وقت الراحه من الهيد كارديو قد يصل ل 48 ساعه يا صديقي. يعني 48 ساعه حتى لو انت على سريرك انت بتحرق، بس طبعا مش بنفس الحجم وانت في التمرين نفسه، ولكن ده بيسرع عمليه خساره الوزن. الكالوريز اللي بتتحرق بقى على حسب الدراسات طبعا من 5 ل 15% من الكالوريز اللي بتاخدها في اجمالي يومك حتى وانت طبعا ما بتتمرنش. ودي الطريقه اللي انا بحبها لو اللاعب بتاعي قادر انه يعمل هيد كارديو. اما بالنسبه للكارديو منخفض الكثافه او الكارديو العادي او المشي الهادي او البطيء، فهيبقى ليه حلقه لوحده علشان ما اضيعش وقتك اكتر من كده. كان معاك زين زين، لو عايز معلومات من دي تاني اعمل لي لايك وفولو. سلام.